إنه ابن الله، إنه الله. لا، هذا إطراء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. الإطراء شيء والمدح شيء. الإطراء حرام. هل هناك واحد يقول أن محمد عليه الصلاة والسلام ابن الله؟ لا، ما يحدث ذلك. ولكن تقول إنه خير خلق الله، من يرفض ذلك؟ هذا بنص القرآن أنه خير خلق الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الموضوع شيق، نتحدث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. موضوع طويل، موضوع لا ينتهي، لكن الوقت قليل، الوقت يداهمنا. ولكن نحب دائما أن نكرر وأن نجعل منهجا في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وسنترجم هذا بالإنجليزية إن شاء الله لتكون الفائدة أعم وأوسع. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما نتحدث نحتاج إلى وقت ونحتاج إلى مخ متفتح. فالرسول عليه الصلاة والسلام خير البشرية. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحبيب، هذا الحبيب الذي اختاره الله سبحانه وتعالى يقبل الأطفال، ومع ذلك هو قائد المسلمين، قائد المسلمين ومرشدهم. فماذا يقول الأعرابي؟ يستغرب، أنت رسول الله وتقبل الأطفال؟ يستغرب، يقول نعم. قال والله، الأعرابي يتكلم ويقول والله إن لي 10 من الأطفال وما قبلتهم أحدا منهم. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الراحمون يرحمهم الرحمن. خلاص، إذا أنت لا تقبل ولا ترحم لا تنتظر الرحمة من الله سبحانه وتعالى. إذن الرحمة كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في تاريخ الرسول عليه الصلاة والسلام أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي غير مسلم، وكان يلقي القاذورات والأوساخ في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليندحر بها. فالرسول عليه الصلاة والسلام في اليوم التالي ما وجد القاذورات وما وجد القمامات، سكت. اليوم الثاني والثالث كذلك، فسأل قال أين صاحب الرجل الذي كان يضع القاذورات في طريق؟ قالوا إنه مريض. انظر خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا نقول الواحد عدونا نقول خلاص مريض الله يعطيه الموت، نقول هكذا الله يعطيه الموت. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام رحمة يعلمنا، ذهب إليه يقول أنت جاري، ماذا حدث لك؟ الرجل استغرب، أنت تضع القاذورات والقمامات في الطريق ويزورك ويقول لك يطمئن عليك؟ استحي، يقول والله إنك رسول الله وأسلم. هذا هو الإسلام، هذا هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين الإرهاب من ذلك؟ يا جماعة خلينا نكون منصفين ونشرح لغير المسلمين. في غير المسلمين فريقان، فريق متعنت ويريد الشهرة ويريد الفلوس ويريد كل شيء ويشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم as a business. هؤلاء أعداء الإسلام، ضعهم على جنب.
وبعضهم وهم الأغلبية لا يعرفون شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ذنبنا لا نشرح له، لأنك نفسك لا تعرف سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أكثرنا لا يعرفون شيئا عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. تمام. يستمعون هذا القول لأنهم يتفرجون على التلفزيون ويقرؤون الجرائد ويعرفون أنه تروريستي، لا يقول خلاص ما يقول هذا الرجل. ولكن لو نحن تحركنا وعرضنا هذه السيرة بالمنطق لا أحد يرفض ذلك، فعلينا أن نتحرك. فهذه نصرة للمسلمين ونصرة للإسلام ونصرة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. علينا أن نتحرك، علينا أن نكون نقتدي برسول الله وبأخلاقه الجميلة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان له شاهد. احنا نريد أن نعرف أن مدح رسول الله ليس فيه شبهة وليس فيه حرام وليس فيه من شيء من ذلك. حسان بن ثابت كان الصحابي الجليل الذي يقول عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام عنه لا فض فوق، يقول أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأبيات الجميلة، أبيات فيها من المدح. ماذا يقول؟ لم ترى وأجمل منك لم ترى قط عينا. هذا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمل منك لم ترى قط عينا وأكمل منك لم تلده النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء. أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا فض فوق، لا فض فوق يا حسان. لو كان المدح حرام يقول لك اسكت ولا تمدحني. فيا أيها الرجل الذي يمنع ويحرم مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تصاحب رسول الله ولا أنت تتبعه؟ عليك أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قرأنا القرآن كله من البقرة إلى الناس، الله سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نخاطب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنبياء كلهم ذكر القرآن الكريم اسمه مجردا من أي لفظ. يا موسى ألق عصاك، يا آدم اسكن أنت وزوجك، يا إبراهيم، أسماء مجردة من اللفظ. ولكن حينما يخاطب المصطفى عليه الصلاة والسلام ما قال يا محمد. لن تجد في القرآن الكريم يا محمد أبدا. وأنا أتحدى، اقرأ القرآن إذا كنت تعرف. القرآن يقول يا أيها النبي بلغ ما أنزل، يا أيها الرسول. انظر، الإسلام يعلمنا كيف نخاطب المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن لابد أن نتعلم كيف نخاطب. القرآن يأمرنا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. مخاطبة الرسول ونداءه بالاسم المجرد ماذا يحدث؟ هذا يحبط أعمالك. ومتى يحبط الإنسان عمله؟ إذا كان. إذن علينا أن نكون نستمع ونتبع أحسنه. لا تستمع كل شيء، استمع الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لا تستمع أي كلام. ولكن الآن من الموضة أن تقول لا، مدح الرسول حرام، هذا اتبع الرسول. لا، أتبعه وأحبه كمان. هل حب الرسول حرام؟ لا، أحبه وأتبعه. ونقول أنت خير خلق الله وأفضل الخلق على الإطلاق محمد فمل عن الشقاق. إن في الجمعة ساعة إجابة، ادعوا الله معنا عسى أن يوفقنا هذه الساعة. آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر